ماذا أقول وأي شيء يقال بعد الذي قيل. أصحابي وحبايبي اللي اتفرجوا على حلقاتي، اللي تتفرج على الحلقة الآخر وتدعو أحد أصدقائك للاشتراك في القناة وتشير الفيديو على أي من منصات التواصل الاجتماعي. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الكورة مع ميجا ومباراة الزمالك والاتحاد السكندري. النهارده زي ما انتم عارفين كان في 4 مباريات في الجولة 13 من الدوري المصري. تعادل الداخلية والبنك الأهلي 3-3 وفوز سموحة على طلائع الجيش 2-1 وتعادل فيوتشر وبيراميدز 1-1 وتعادل الزمالك مع سيد البلد 0-0. الزمالك نزل المباراة النهارده بتشكيل المكون من محمد عواد في حراسة المرمى، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني والمسلوسي، وقدامهم 3 دونجا والسيسي وامام عاشور، وفي الهجوم زيزو وسلبي وسيف الدين الجزيري. المباراة كانت حماسية ومفيش فيها وقت ضايع من بدايتها إلى نهايتها، وكان وقت ضايع أو توقف الكرة كان قليل جدا، لكن الزمالك النهارده كان بيلعب لعب عشوائي جدا جدا، والاتحاد لو كان عايز يكسب المباراة دي فعلا كان كسبها. مباراة بتتمحور على شوطين شاطهم نادي الزمالك على مرمى الاتحاد السكندري، وشكرا وكان الله بالسر عليم. لعيبه الزمالك كلها واقفه في الملعب ما تعرفش كل لعيب عاوز يعمل ايه، تحس ان فيريرا نزلهم الملعب كده وقال لهم توكلوا على الله وشكرا مفيش اي حاجه، لا في جمله بيعملوها ولا في خطه، حتى التبديلات كلها مركز بمركز. ولكن كان في حاجات غريبه النهارده بتحصل. عبد الشافي بيطلع وبينزل مكانه نيمار اللي ما كانش عارف هو بيلعب باك شمال ولا باك يمين ولا راس حربه ولا جناح شمال ولا جناح يمين، انا نفسي ما كنتش فاهم هو بيلعب ايه. امام عاشور من ساعه تجديد عقده ومن بعد ما حس انه لعيب كبير وشويط عالمي ما عادش بيدي لنادي الزمالك اي حاجه، وكل اللي في دماغه ان تجيله كوره ويشوطها ويجيب جول وانتهى الموضوع على كده. يعني فكره امام عاشور في اللعب ونادي الزمالك اداء فردي بيعتمد على ان تجيله الكوره يشوطها في الجول يجيب جول يقول لك انا كده اللعيب العالمي انا كده خلصت. امام عاشور مات اكلينيكيا في نادي الزمالك. في ناس موجوده في الملعب واسامي 10/10 لا انكر ذلك، ولكن مفيش واجبات. اللعيبه بتاعت الزمالك النهارده تحس انها مش قادره تجري. ده انتوا اخر مباراه لعبينها من 7 ايام، يعني المفروض ان في راحه واستشفاء، يعني اسبوع كامل عندكم تلعبوا الاتحاد السكندري يعني. لكن نادي الزمالك النهارده علامات استفهام كبيره جدا على التشكيل وعلى اللعيبه اللي موجوده في الملعب. تخيل ايها المشجع الزملكاوي ان الزمالك لسه بيلعب بجوز ديفندرات من كلاسيكيات الكوره المصريه، يعني جوز ديفندرات كده اللي هو بيقطع ويسلم ويستلم، ما بيلعبوش كوره للامام. المفروض العالم كله بيلعب في المنطقه دي باثنين، واحد 6 وواحد 8، يعني واحد بيلعب كوره وواحد بيقدر يفسد الهجمه ويقدر يجيب الكوره تاني للفريق، زي ما كان موجود طارق حامد كلاسيكي وفرجاني ساسي عصري، وبعدها امام عاشور بقى هو العصري وطارق حامد او اي واحد تاني هو الكلاسيكي. لكن امام عاشور من ساعه ما شاط شوطين وجاب اجوان وبقى دوره انه موجود في الثلاثه اللي في الخط الامامي، فبقاش يأدي وبقى كل تركيزه انه يشوط ويجيب جون وشكرا على كده. مع العلم ان كان احسن 2 لعيبه موجوده النهارده في مباراه الزمالك كان السيسي ودونجا، ده لانهم يعني افضل الوحشين يعني، فالمفروض يلعب دونجا وجنبه امام عاشور او او جنبه امام عاشور او السيسي وجنبه امام عاشور، يعني امام عاشور يبقى هو العصري واي واحد فيهم يبقى هو الكلاسيكي اللي بيقطع ويباصي. دي خلاصه فرقه نادي الزمالك. بجانب من الخط الامامي ما اقعدش اقلب فيه، يثبت على سامسون، يثبت على بلاش سامسون ده مشوا سامسون، يثبت على سيف الدين الجزيري او يوسف اسامه نبيه يبقى هو راس الحربه الاساسي لفريق نادي الزمالك، والعب بجناحين حلوين، شلبي في ناحيه وزيزو في ناحيه. خط دفاع الزمالك مكشوف كشفه سوداء، والمصحف الاتحاد لو كان عاوز يجيب الجوان النهارده اللي كان جاب، والله لو كان الاتحاد عاوز يجيب الجوان كان جاب النهارده وكان خلص الماتش. لكن اداء لا يحسد عليه نادي الزمالك. المباراه الثالثه على التوالي نادي الزمالك يخسر نقاط، خسر 3 نقاط في مباراه اسوان وبعدها التعادل مع الداخليه والنهارده بالتعادل مع الاتحاد، يعني 7 نقط الزمالك خسرهم في 3 اسابيع. يعني الزمالك كده من الاخر جاب نقطتين من 9. لعيبه نادي الزمالك انا حاسس انهم مش قادرين يلعبوا الصراحه، يعني صحيح واخدين فتره راحه اسبوع ولكن مش قادرين يلعبوا. هل ده اللي تواصل الموسم اللي فات مع الموسم ده؟ ما اعتقدش يعني، لان الزمالك جاب 10 لعيبه او 11 لعيب في فتره الانتقالات الشتويه ويقدر يستخدم منهم ما يحتاج في الوقت اللي يحتاجه ويمشي الامور ويشيل من هنا ويحط هنا ويعمل روتيشن يعني بين اللعيبه بحيث انه يوصل لافضل تشكيل ويريح اللعيبه كلها في نفس التوقيت. الخبر الثاني النهارده عندي وكاله المنشطات الدوليه بعتت لوكاله المنشطات المصريه وسالتها فين التحاليل بتاع جوز لعيبه دول عبد الله جمعه واحمد فتوح. بدورها الوكاله المصريه يعني قامت كده فجاه لما عرفت ان في ضغط دولي عليها وانها ممكن تتوقف
لو ما عملتش التحليل ده، وممكن الوكاله الدوليه تبعت دوله صديقه، تبعت وكاله دوله صديقه او دوله مجاوره تقوم بالموضوع ده نيابه عن الوكاله المصريه وتلغي الوكاله المصريه نهائي. فالوكاله المصريه بعتت خطابات لاتحاد الكوره ورابطه الانديه ونادي الزمالك، وقالت لهم الاثنين دول لازم يعملوا التحليل قبل يوم 15 في الشهر، وبياناتهم تنزل على السيستم قبل يوم 15، واللي سيتم ايقافهم ما بين 6 شهور وسنتين، وغالبا هتكون سنتين. اما في حاله اللعيبه دي لو راحت عملت التحليل، لو طلعت العينه ايجابيه ايقاف 6 شهور، لو طلعت العينه سلبيه يبقى مفيش اي حاجه حصلت. ده ممكن تطلع ايجابيه اصلا وبعدين الزمالك يعترض وياخدوا منهم عينه ثانيه، يعني فيها سنه على ما اللعيبه دي تكون عرفت الحقيقه. طبعا طلع رئيس نادي الزمالك وفجر القنبله كالعاده، ولكن يطلع بعدها يقول لك ده مش انا، ده الاداري، ده فلان. يا عمي انت رئيس النادي، انت مش شخص عادي، لازم يكون دماغك دي فاهمه ان الجمهور حاجه والمجلس الاداره حاجه ورئيس النادي حاجه، والعمليه مش هيصه كده. رئيس النادي الهوا اللي بيتنفسه ده له معنى، مش الكلام اللي بيقوله كمان. فما تطلعش تقول اللعيبه دي بتاعت مخدرات وكذا وبعدين تيجي تقول ده قالوا لي، اصل هم اللي قالوا لي. طب كنت اسال قبل ما تقول، انت رئيس النادي. قنبله ورماها مرتضى منصور مش في نادي الزمالك بس، لا في الكره المصريه كلها، واللي هنشوف توابعها الفتره الجايه. اما بالنسبه للموضوع الاخير وهو موضوع كهرباء، واللي اترفع الايقاف عنه من السيستم، وكمان وصل خطاب لاتحاد الكوره النهارده بيؤكد فيه احقيه مشاركه كهرباء في المباريات ابتداء من الغد، ده حسب اختيارات المدير الفني، ولكن تظل العقوبه موجوده اللي هي الغرامه الماليه، ان الكهرباء لازم هيدفعها، لازم هيدفعها. فلو ما دفعهاش قبل فتره القيد اللي جايه اللي بتبقى في شهر 9 سيتم ايقافه مجددا ولمده اطول. يعني كهرباء عادي هيلعب مع النادي الاهلي اذا النادي الاهلي اراد، ولكنه سيتم ايقافه مجددا اذا لم يتم دفع الغرامه. فلازم كهرباء قبل شهر 9 لا اما يكون جدول الغرامه لا اما يكون دفعها، غير كده سيتم ايقافه مجددا. من ناحيه انك هتدفع فانت هتدفع. دي كل الاخبار اللي عندي النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واشوف حلقه قريبه ان شاء الله. كوره مع ميجا.